عمرك حسيت إنك بتخاف تقول لأ أو إنك دايماً بتقدم الناس على نفسك وإنك ممكن تضحي براحتك بس ما تخسرش اللي قدامك؟ لو الإجابة أيوة فممكن تكون بتتصرف من نمط التابع. النمط التابع هو نمط نفسي بيتكون غالباً من الطفولة. لما الطفل يكبر في بيئة مش مستقرة أو ما فيهاش حب غير مشروط بيتعلم إنه لازم يرضي علشان يقبل، يفضل ساكت عشان ما يتسبش، يخاف يعبر عن احتياجاته علشان ما يتقالش عليه أناني. النمط ده بيكمل معاه لما يكبر، فبيختار علاقات مش متوازنة ويخاف من الرفض أو الهجر، ويصدق إنه لازم يستحق الحب من خلال التنازل المستمر. لكن الحقيقة بقى العلاقات اللي مبنية على التضحية المبالغ فيها مش حب، دي محاولة مستمرة لإثبات إنك تستحق تتحب. طيب إزاي تخرج من النمط ده؟ اعرف إن احتياجاتك مش غلط، من حقك تقول لأ ومن حقك تحط حدود. راقب سلوكك وقت التوتر، بتجري ترضي التاني علشان تهرب من الخوف؟ ابدأ تدي لنفسك الحب اللي بتدور عليه من غيرك. اتكلم مع نفسك باحتواء، ما تجلدهاش. الخروج من النمط التابع مش بيحصل في يوم وليلة، بس أول خطوة هي الوعي. لما تبقى واعي تقدر تختار، ولما تختار تبدأ تتحرر.